السلام عليكم ورحمة الله حبايب الجمال. النهاردة عملت لكم الكبدة بالرد، عملتها بطريقة خرافة عشان خاطر شهر رمضان الكريم، ودي وجبة سهلة جدا جدا ومش هتكلفنا حاجة، وده بنص كيلو كبدة عملنا القمر ده كله، وممكن ناخدها مع سلطة طحينة وسلطة خضراء، وممكن نجيب العيش بقى زي بتاع الشارع كده، نتني اللقمة كده بسم الله حبيبي يا رسول الله، ندي بقى شوية طحينة تحت كده وجمال، وناخد بقى الجرجير بتاعنا القمر كده نروح حاطينه في قلب السندوتش بتاعنا اهو زي ما حضرتك شايفه، ونحط بقى قطعه الكبده كده، وهيبقى نفس سندوتش الشارع ووداعا لشرائه من الشارع، وناخد شويه بطاطس معاه، ودي هتبقى وجبه ملهاش حل. ونبدا وصفتنا على بركه الله. السلام عليكم ورحمة الله. يوم جديد من سلسلة حلقات رمضان أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. والنهاردة هنعمل الكبدة بتاعة الشارع عشان خاطر ناس كتير طلبوها مني ومش عارفين ياكلوها من الشارع عشان المصادر. النهاردة هنعملها بطريقة سهلة. يلا المقادير اللي معانا النهاردة على بركة الله: نص كيلو كبدة شرائح، معانا بصل هناخد المية بتاعته، معانا عصير ليمونتين، فلفل أسمر، شطة، كمون، ملح، توم بودرة، بصل بودرة، معانا الردة بتاعتنا ردة ناعمة بتيجي من عند العطار، ومعانا النهاردة بطل حلقة النهاردة النشا والدقيق. الدقيق هيدينا تفتيح اللون والنشا هتدينا القرمشة. وهنبدأ التتبيل على بركة الله. أول حاجة هننزل بعصير الليمون على الكبدة أهو، بعد كده هناخد مية البصل زي ما حضرتك شايفة ست كل أهو، هناخد من البصل ميته، يعني دي بصلة مبشورة هناخد منها المية بتاعتها فقط لا غير، عشان انا مش عايز غير المية بتاعتها. ندي سنة نشا بسيطة اهو خالص، سنة دي بسيطة جدا عشان ده هنحطه مع الخليط التاني. الملح طبعا حسب الرغبة، انا هحط انا معلقة واحدة ملح صغيرة، بعد كده نص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة شطة اختياري، نص معلقة كبيرة يعني معلقة الا ربع كمون، هنحط شعرة توم بودرة، شعرة بصل بودرة، وكل ده هنسيبه في التتبيلة كده، هنتبله وهنسيبه لمدة نص ساعة. وهي الكبدة ما بتاخدش وقت كتير في التتبيل، مجرد نص ساعة هتشرب معانا التتبيلة وهتبقى زي القمر. الثانية اللي معانا يا حضرات، نزلنا بأربع معالق نشا على ربع كيلو رد اهو، ونزلنا بأربع معالق دقيق. بعد كده هناخد من هنا اهو، خدنا شريحة قمر اهي، بنبتدي ننزلها في قلب كده الخليط اللي احنا عملناه، وبندوس عليه زي شغل البانيه بالظبط اهو. بص يا ست الكل احنا بنعمل ايه، الموضوع سهل جدا لحد ما تشرب معانا فوق وتحت، وهنسيبها ترتاح 10 دقايق في التلاجة، وبعد كده هنقليها في زيت سخن. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونشير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد والكل يستفيد، عشان في ناس من متابعيني طلبوها مني، وان شاء الله هتعجب حضراتكم. هنعمل شريحه تانية اهو، وبعد كده هنكمل الشغل ونرجع لكم واحنا بنقلي على بركه الله. حضرات انا عندي زيت سخن جدا اهو، سخن كانك بتقلي البطاطس، وهننزل فيها الكبده، وده من شرط نجاح الكبده ان الزيت يكون سخن ويكون كويس جدا اهو. بسم الله، هننزل شريحه تاني مع بعض اهو. بسم الله حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهو، ونخلي بالنا من ايدينا عشان خاطر ربنا يسترها علينا وعلى الايام المفترجه ان شاء الله اهو. هنحط قطعه تاني برضه اهو يا ست الكل، موضوع بسيط جدا، وهنقليها مع بعض ونرجع على بركه الله. تصدقوا يا جماعه قلبت السلوب بانيه مش كبده. بصوا القمر، بصوا الحلاوه، بصوا بقى الدقيق مع النشا عمل لي ايه في قلب الكبده، ولا تسود، وحاجه جميله جدا وعاملينها في البيت يا حضرات. استوت اهي بسم الله اهي، شايفين اللون عامل ازاي، لون ذهبي وحاجه حبيبي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله اهو. وكده سفرتنا كملت، ودي وجبة رمضان هتتاكل، ما كلفتناش حاجة بسيطة، والاكل هيلسي وهناكل ونشبع. ودي كانت نهاية وصفتنا، بس في حاجة كنت عايز اعملها لكم. لو احنا جبنا العيش بقى عشان يبقى بتاع الشارع بتاع الشارع، هنجيب بقى شوية الجرجير القمر كده نحطهم في قلب اللقمة كده، وناخد قطعة من الكبدة، ونحط بقى شوية الطحينة القمر زي ما حضرتك شايفة كده يا ست الكل. بسم الله. وكده هيبقى بالهنا والشفا، ده سندوتش الشارع بيبقى بالجمال ده وبالقمر ده كده. وكده كانت نهاية حلقتنا النهارده.
واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونشير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد، وحبوا بعض في الله، تعيشوا سعداء مدى الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.